نأخذ تصريحات مدرب فريق حسنية أزرو بعد التتويج باللقب بآية ملول بعد الفوز على فريق المقاومة في المباراة النهائية بالضربات الترجيحية التي ابتسمت أخيرا لهذا الفريق الذي يمثل أزرو في هذه البطولة بآية ملول حسنية أزرو. إليك الكلمة مدرب الفريق أنور، كيف رأيت هذا التتويج بعد التتويج باللقب هناك بآية ملول لحسنية أزرو؟ اولا كل شيء السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر اللاعبين على المجهودات اللي قاموا بها، وكنظن بهذا هو اول لقب ديال الفريق ديالنا في هذا الموسم هذا، وبدينا ان شاء الله وغنبداو بقوه وبالالقاب ان شاء الله. وكنهدي هذا الفوز لجميع فعاليات الفريق حسنية أزرو، وكنشكر اللاعبين جميعا بالمجهودات اللي قاموا بها، وكنشكر الناس ديال مدينه أزرو. وحنا هذا الشيء هو الفضل اللي بغينا، وهذا الشيء اللي بغينا يوصل للناس ديال أزرو. حنا عندنا الغيره، واخا ماشي ولاد أزرو ولكن عندنا الغيره على هذا الدراري اللي طاقات جد فعال في هذه المنطقه واللاعبين في المستوى. وكنتمنى ان شاء الله انه يكون عندنا لاعبين في فرق اخرى ما غير حسنية أزرو، يمشيو لفرق كبار بحال حسنية أكادير ولا آية ملول، اتحاد آية ملول. وحنا المساعده هذا الشيء اللي بغينا، وبغينا نساعدوا الطاقات ديال مدينه أزرو باش يوصلوا المبتغى ديالهم. وشكرا لجميع فريق المدرب انور حسنية أزرو وليدة اليوم تأسس هذا الموسم، وحقق هذا الموسم ايضا حقق اللقب عن جدارة واستحقاق اول لقب لهذا الفريق حسنية أزرو. كيف ترى الآفاق المستقبلية لهذا الفريق؟ نعم، هذا هو اللي بغيت نشر ليه من الاول، ان اللاعبين قاموا بمجهودات، وهذه هي اول دوري واول مشاركه لجميع اللاعبين. كاين اللاعبين كانوا قدام معنا، وكانوا دابا لاعبين جداد، وكنلاحظ انه كاين انسجام، والدراري عندهم الرغبه بانهم باش يستمروا مع الفريق ويفوزوا بالالقاب، ولما لا يشاركوا في البطولات الكبار في اكادير وفي آية ملول ان شاء الله، ويشاركوا في البطولات الرمضانيه ان شاء الله، ونفوزوا بهم الى الله ان شاء الله. شكرا المدرب انور على كل هذه التوضيحات. نعم، بالتوفيق لفريق حسنية أزرو في باقي المواعيد.